العلمانية، شوف ده كلام، خذوه واحفظوه وأشيعوه. العلمانية والإسلام لا يلتقيان أبدا. يا إسلام يا علمانية، ما تقول لي علماني وبيصلي، أنت مسلم ولا ما مسلم؟ مسلم ترضى بأمر الله، مسلم وداير تتمرد على أوامر الله، ده إسلام شنو؟ بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، ده الإسلام. العلمانية تطعن في الذات الإلهية. قل لي كيف أقول لك العلماني الذي يؤمن بإله، يقول لك في الله، يؤمن بإله عاجز ومسكين وجاهل يخلق ولا يشرع، ده إله العلمانيين. العلمانيين إلههم يخلق ولا يشرع، عاجز ومسكين. يقول لك الله أنا مؤمن بوجود الله، الله خلقك أي يسوي فيك الدار يسوي، أنت تقول لي تعترض ليه؟ ذلك بأنهم كرهوا ما نزل الله فأحبط أعمالهم. إله العلمانيين عاجز، وإلهنا كمسلمين رب الأرباب وخالق الكون والحكيم، الحكيم الذي دينه محكم وشرعته متقنة وكتابه قويم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. العلمانية تجعل الحاكمية للبشر، والله يقول إن الحكم إلا لله. وإتمام الآية أمر أن لا تعبدوا إلا إياه يدل على أن قضية الحاكمية ليست قضية، كثير من الناس يفهم الحاكمية أنها قضية الحكم والسلطة والحكومة والنظام القائم. مما تقول له الحاكمية طوالي بيقول ديك مفروض يحكم. يا أخي الحاكمية دي هي حاكمية الله على جميع خلقه وعباده، والعبودية من الحاكمية. إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، العبادة من الحاكمين. والله يحكم لا معقب لحكمه، والعلمانيون معقبون على حكم الله. الله يقول اقطعوا اليد، يقول لك شوف لنا حاجة ثانية، الله قال اقطعوا اليد، تعقيب هذا؟ هذا استدراك على الله.